السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي. هيطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. مورق. كل توريجة بعيدة عن اختها بالشكل ده كده. اللون ذهبي، تسوية مظبوطة. هقولك على كل اسراره وكل تكاته. طبعا احنا عارفين ان الفطير المشلتت ليه طرق كتيرة، كل واحد وليه طريقة، بس بنجرب في طريقة اللي بتظبط معانا وفي طريقة اللي ما بتطلعش معانا الفطير مظبوط ومش مورق. فهقول لكم انا النهارده على تكات بسيطه خالص هي اللي هتظبط معاكم اي طريقه، هتنجح معاكم اي طريقه. شايفين توريجات الفطير قد ايه؟ تعديها توريجات شفافه خالص وكتير. هنعملها كلها بطريقه بسيطه خالص ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتنجح معاكم من أول مرة. بس تابعوا معايا كده خطوات الفيديو بالظبط علشان خاطر تحصل على النتيجة اللي انتوا شايفينها دي ان شاء الله. يظبط معاكم وربنا يحسن ما بين ايدينا. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. نتابع الخطوات بتاعة الفيديو علشان تاخدي النتيجة اللي انت شايفاها قدامك. الفطير بصراحة طعمه فوق الوصف. هنعمله النهاردة بطريقتين الاتنين اسهل من بعض. شايفين معايا التوريات والطبقات؟ بسم الله ما شاء الله، توريجات شفافة خالص. نفكهم من بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. نبدأ مع بعض الفيديو، بس قبل ما نبدأ لو مش مشتركة في القناة اشتركي عشان يوصلك مني كل جديد. ادعميني بقى باللايك والشير ومشاركات لكل حبايبنا. معايا هنا بقى ايه كمية الدقيق. انت طبعا انا هقولك على كمية مثلا الكيلو. يعني ما تتحدديش باللي انا عاملاه، لان انا عاملة 2 كيلو، فانا هقولك على مقادير الكيلو الواحد. كيلو الدقيق بياخد معانا 3 معالق من السكر كبار، نص معلقة من الملح. معايا المية هنا بضيفها بالتدريج، بياخد معايا حوالي 3 أكواب إلا ربع. ممكن ياخد معايا مية أكتر، وممكن ياخد معايا مية أقل على حسب نوع الدقيق. بعجن معايا كده الدقيق بالشكل ده. طبعا هنا العجن بيكون بالميه، ما ينفعش نعجن باللبن اللي هو الحليب او باللبن الرايب، ما ينفعش خالص كده. العجينه هتقطع معانا ومش هنعرف نفردها خالص. العجن هنا بيكون بالميه علشان تبقى العجينه معانا خفيفه وتمط معانا زي الاستيك، ونقدر ان احنا نعجنها ونفردها معانا بكل سهوله، ما تقطعش معانا. باخد معايا هنا العجينة كده على الكونتر عندي على الرخامة. ببتدي أعجن فيها مدة كده لا تقل عن 5 6 دقايق. بعد كده بقطع معايا هنا العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، كورتين حجم كبار. الكورتين دول بيعملوا معايا فطيرة واحدة. ال3 كور الصغيرين بيعملوا معايا فطيرة. باخد معايا كده على الرخامة بالشكل ده كده. ببتدي افرد معايا بعد ما اكون ريحتهم معايا على الاقل 2 أو 3. كل هنا يعني سر بقى ايه؟ اول سر معانا تاني سر، يعني اول سر معانا العجينه ان احنا نعجنها بميه ونعجنها كويس. تاني سر معانا ان احنا نريح العجينه. كل ما تريحي العجينه كل ما تتفرد معاكي بكل سهوله، والطبقات بتاعتك تطلع مورجه وما تتعبكيش في الفرد ولا تقطع معاكي ولا اي حاجه. شايفين هنا انا الفرد بفرد معايا بكل سهوله، تفرد معايا بالشكل ده كده. اول طريقه معايا بفرد كده على الرخامه بالشكل ده كده الكوره، وبطبقها معايا زي الظرف بالشكل ده، وبركنها معايا على الرخامه. بفرد الكوره اللي بعدها واحط اول تطبيقه او اول كوره معايا بحطها في قلب التانية. وبدهن معايا هنا المادة الدهنية، ما اتكلمناش عنها. المادة الدهنية معايا هنا نص كوباية من السمنة
سمنة نباتي عادي، عليها نص كوباية من الزبدة، زبدة فلاحي، عليها ربع كوباية من الزيت. بفكهم معايا على النار، ما بسخنهمش، لان هما لو سخنتهم هيقطعوا معايا العجينة. بفكهم على النار لحد بس ما يتجانسوا مع بعض ويفكوا مع بعض كده، وببتدي اورق بيهم العجين زي ما انت شفتيه كده. بين كل طبقة والتانية رشة بسيطة خالص من المادة الدهنية اللي انا عاملاها. هفرد معايا الكور الصغيرة بالشكل ده، هيعملوا معايا 3 فطيرات. الكورتين الكبار هعملهم على فطيرة واحدة. هنا علشان افرد، انا هفرد معاكي على الصينية علشان ابينلك الصورة واضحة. معايا طبق بلاستيك زي كده برفع بيه الصينية علشان اعرف اتحكم فيها اكتر. بفرد معايا بالشكل ده العجينة، مريحاها خالص، عجينة زي الملبن معايا، بتتفرد معايا بكل سهولة، بكل بساطة. شايفين عجينة مرنة خالص وسهلة، بتتفرد بكل سهولة، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بفرد معايا العجينة بالشكل ده. لو قطعت معانا كده حاجة بسيطة عادي، ما تقلقيش منها، مش هيأثر على توريجة العجين معانا في اي حاجة. شايفين انا بفرد ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، العجينة معايا شبه البالونة. بفردها وبمطها بالشكل ده كده، عجينة ممتازة معايا. بعد ما فردتها معايا كده بحاول ارقها كمان شوية لحد ما شايفة الصينية معايا كده من تحت. المادة الدهنية طبعا اللي معايا ببتدي افرشها على الفطير بالشكل ده كده، ببتدي بقى اطبق جوانب الفطير بالشكل ده كده. لو معايا بسم الله ما شاء الله، لو معايا زي ما انتوا شايفين كده الاطرف مش مفرودة كويس، بحاول ان انا المها كويس كده وافردها بالشكل ده كده. ما بطبقش عكس عكس، لا بطبق الجنب واللي في جنبيها بالشكل ده كده بطبقه، يعني مش بطبق العجينة على عكس بعضيها زي ما كنت بطبق في الصغيرة جبال بعض كده، لا ده كده بلم الأطراف كلها على بعض، والطرف اللي أنا بحسه إن هو مش مفرود معايا كويس بحاول إن أنا أفرده كمان معايا شوية بالشكل ده. بين كل فردة والتانية بدهن معايا رشة من المادة الدهنية. شايفين بسم الله ما شاء الله، العجينة معايا سهلة خالص وبسيطة. اللي قطعت معايا بالشكل ده كده عادي ما تقلقيش، افرديها كويس وكملي معاكي كده الطبقات. هكمل الفرد معايا بالشكل ده كده، هلمها معايا كده زي الظرف لحد ما كورتها معايا كورة بالشكل اللي انتوا شايفينه. في الصينية هنا مسحة من الزيت، هبتدي انزل معايا بالكورة كده. شايفين منفوخة معايا زي البالون ازاي؟ بعد ما سبتها هنا ريحت معايا نص ساعة ربع ساعة لحد ما ان انا العجينة اجي افردها بالشكل ده كده تتفرد معايا، ما تلمش معايا زي الاستيك تاني. عجينة كده تبين لنا ان العجينة بتاعتنا ناجحة خالص الفرد بتاعها بكل سهولة كده. عجينة ناجحة معانا وعجينة بسيطة خالص، بسيطة خالص في الفرد بتاعها يعني. بفرد معايا كده كل الكمية اللي انا عملتها. طبعا هنا نتكلم عن التسوية. انا هنا الفطير بيحب النار عالية، اعلى درجة حرارة عندنا، ولازم الفرن يكون ساخن مسبقا. يعني انا بولع الفرن وبسيبه 7-8 دقايق كده يسخن، وبعد ما اتأكد ان الحرارة بتاعته درجة الحرارة بتاعته كده مظبوطة والفرن سخن جدا، ببتدي ان انا ادخل معايا الفطير واسويه. الفرد دي انا بفردها، وبعد ما بفردها بسيب الفطير كمان يريح معايا 5 دقايق او 7 دقايق اللي الفرن بيسخن فيهم. شايفين معايا الفطير بسم الله ما شاء الله نفخ معايا زي البالون ازاي؟
بيقرمش معايا، تسوية ممتازة، فطير لونه ذهبي. بعد ما طلعته من الفرن زي كده، شايفين بينفخ معايا بالونه ازاي. بعد ما بطلعه من الفرن ببتدي كده باي كيس عندي كده، ببتدي ان انا اغطي بيه الفطير بالشكل ده كده، وبسيبه لحد ما يرد معايا من الحرارة، ولاقيه ان هو طري معايا. شايفين طراوة العجينة ازاي، توريجات العجينة ممتازة خالص العجينة معايا. بسم الله ما شاء الله، العجين طالع معايا ممتاز. تورجات طبعا الفطير معانا مجرمش من بره وطري جدا من جوه، والتورجات طبعا انا مش هتكلم عنها، الفيديو لوحده هو بيشرح. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تسلم ايديكم. قبل ما تعملوا كمان يعني الطريقة دي، ان شاء الله الفطير هيطلع معاكي ناجح من اول مرة لو اتبعتي كل التفاصيل البسيطة اللي انا بحكي لك عليها. زي تريح العجينة، زي ان احنا نعجن معانا العجينة كويس، زي ان احنا في الفرد كده نرش طبقة كويسة من مادة التوريق بتاعتنا، زي التسوية عندنا علشان الفطير ما يعضمش معانا، الفرن يكون سخن جدا ومسخنين الفرن كده مسبقا قبل ما ان احنا نبتدي تسوية. نطلع الفطير معانا كده، نغطيه كده بأي كيس عندنا قابل للحرارة، يعني كيس بلاستيك كده، ونغطي بيه الفطير زي كده عشان يرد معانا، يفضل معانا طري ويحافظ على الطروة بتاعته. كل التفاصيل البسيطة دي ان شاء الله لو اتبعتيها معايا خطوة بخطوة كده، وتابعت الفيديو خطوة بخطوة، هيطلع معاكي الفطير ناجح ومرت معاكي من اول مرة. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وربنا يحفظها نعمة ربنا يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. يا رب الفيديو يكون عاجبكم و... و... وطلعتوا من الفيديو ولو بمعلومة واحدة استفدتوها، وتطبقوا طبعا الطريقة ديت، وتطلع معاكم كده ناجحة معاكم من أول مرة. وهنا كده أكون خلصت الفيديو معاكم. يا رب أكون فدتكم لو معلومة واحدة بس. لا طبعا أتمنى منكم لو إن انتم مش مشتركين في القناة تشتركوا كده كدعم ليا، اللايك بقى والمشاركة لكل حبايبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.